مساء الخير مشاهدينا الكرام، وتقبل الله طاعتكم، وحياكم الله معنا على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم ليمتى. بداية نبارك للزميل والصديق المخرج الجميل والرائع علي سلطان على حصوله على تكريمه قبل كم يوم كأفضل مخرج، وهذا ليس بجديد عليك يا أخوي علي سلطان، وتستاهل التكريم. اليوم كما عودناكم في السابق راح نتكلم عن الشعر وأهالي الشعر والمستجدات في الساحة الشعبية. أرحب في ضيفي الأول الشاعر والإعلامي خالد المحسن. مساء الخير أستاذ خالد. مساك الله بالخير، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام ومن يشاهدنا إن شاء الله في ألف خير في هذا الشهر الفضيل، وتقبل الله طاعتهم، والله يعينهم على صيامه وقيامه، ويتقبل الله منهم ويجعلهم من عتقاء من النار. آمين إن شاء الله. الواحد قبل لا يفطر خالد لازم تريمبه؟ والله على طول. شنو سر التريمبه؟ لأن احنا نحس أن كل الكويتيين نفس النسبة قبل الفطور. شغالين كل شريمبه اني انا تعبان ومرهق ومسوي، يعني تعرف الصيام، تاثير الصيام. شباب كله نوم. الله الله يعين الجميع باذن واحد احد. وضيفي الاخر الشاعر والاعلامي مساعد بن جبران. مساء الخير استاذ مساعد. مساء النور، يا مرحبا، وتقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل. حياك الله وعاش من شافك. عشت ايامك، الله يطول عمرك. دائما مختفي على الساحه، تشوق والله واخوانك. والله أنتم دائما في القلب، يعني حتى لو تختلفون بصوركم موجودين معنا دائما، وحنا نشاهدك دائما متابعينك في. الله يرحمه، الساعة المباركة. الله يبارك فيك. بداية خالد، بدايتك في الشعر أو هذه الموهبة اكتشفتها متى؟ ودخولك الساحة الشعبية عن طريق بوابة المختلف؟ لا شوف، اولا ان تكتشف الموهبه هي اكيد ان الوقت والزمن وحبك لهذه الموهبه راح يخليك تكتشف بانك شاعر. كثر ما تتعلق في الشعر، يعني اي شخص. ما اخذتها كاسريه مثلا من الوالد اطلع في عمره؟ شوف، الوالد مو شاعر، ولكن يمكن يكون محب للشعر، متذوق. ايوه، لكن انا اتكلم عن انه عمي شاعر، وفيه في اشرتي اخوانك ما شاء الله ولا واحد؟ لا، اخواني رياضيين، ما رياضيين اكثر، مو صوب الشعر. اللي بالسلك العسكري واللي تربوي واللي في وزاره الاعلام واللي في وزاره الاعلام، ولا مختلفين، ولكن بعد كلهم ما فيهم ميول كثر ما يحبون الشعر. لكن يمكن تكون الحسنه الجميله اني اثرت على الشباب الصغار، الجيل القادم في الاسره، كلهم ما شاء الله محبين للشعر، يحفظون للشعر، يردون للشعر. دخولي لعالم الإعلام ودخولي لعالم الساحة جاب في محض الصدفة، يعني الكل يعتقد بأني أنا خططت للتواجد، أو أي شخص اليوم يشوفك أنت في المنابر الإعلامية، ويشوفك مثلا على برامج، معد برامج، شغال على تأسيس قنوات، تواجد في الإعلام بشكل مكثف، يقول هذا كان عنده هدف أنه يتواجد. والله العظيم ما حسبت حساب في يوم أني أتواجد في الساحة الشعبية، وكانت في محض الصدفة. صديق لقى قصيدة عندي، أعجب في القصيدة، خذاها وأعطاها برنامج إذاعي. فلما طلعت في الإذاعة أنا شفت نفسي صراحة في وقت الإذاعة، أعطتك نشوة؟ إي شفت نفسي، حاشني غرور، أصلا اسمي يقال في الإذاعة، فحشت. يعني تخيل أن حتى السيارة اللي جنبي كنت أعتقد أنه يعرفني، وقال اسمي، قلت يمكن يقول هذا الشاعر راعي القصيدة، هذا الشاعر خالد المحسن. فهذا الباب فتح لي مجال اني اتواجد بشكل يعني حببني، حمسني ان لا اكون راعي قصيده واحده، فكنت اتواجد. قمت اعطي هذا صاحبنا يوصل للاذاعه، ما كانت عن طريق بوابه المختلف بدايتك مثلا؟ بعد سنوات، يعني كنت انا بعد اصلا ما كنت محسوب على شيء اسمه المختلف في الاساس، وكنت يمكن في تيار اخر بعيد عن المختلف. لهم شعراءهم ولهم موجودين، وما يصير ان كل ابونا نتجه نقول لا لازم المختلف، لا نقدر نصنع نفسنا. كانت وقتها هي البوابه الوحيده او مش وحيده، هي البوابه اللي تقدم النجوم بالشكل المنظم. المختلف كانت تقدم نجوم الشعر بشكل ايجابي، بشكل يستحق ان يشاد فيها كمجله. الكل كان يبي المختلف، لكن عشان توصل للمختلف اذا ما لقيت مجال في المختلف في البدايه، انا اقرب الناس للمختلف يمكن صله القرابه اقدر، لكن انا ما كنت اخذ هذا الجانب ليومك هذا، اي صله قرابه. يعني انا منع عن ابداح، لكن مستحيل اتصل على ابداح اقول يا ابداح حطني في البرنامج او خذني معك ضيف، ويمكن ابداح يكلمني واقول يمكن من باب المحبه فاجل الموضوع، يمكن يكون في تواجد اخر من الشعراء. المختلف كانت سهله اني اتواجد فيها، ولكن بحكم العلاقه، لكن اتواجد بشكل غير مرضي لا لي، ومن باب المجامله
ومن باب عدم القناعة فأنا ما أحب أتواجد. تواجدت في منبر آخر، تواجدت في ملتقى الشعراء في جريدة الوطن، وكانت الجريدة هذه كمساحة محلية كانت قمة، يعني تخلي الكويت كل بها تعرفك وتقراك. نعم. تواجدت مثلا قبلها مع في النهضة، في بداية النهضة في مرآة أمر، رهانات كانت موجودة في الساحة تواجدت فيها، وكل بوها والله العظيم لم أخطط للتواجد فيها، ولكن جت يعني بالصدف بمحض الصدفة. لكني التزمت مع هذه المجموعة، حاولت أن أسوي خطط من خلال تواجدي، لأن خلاص مو مكتوب لك أنك تكون مع المختلف، لازم تبحث عن نفسك تواجد بشكل منظم. نعم. مساعد، يمكن بدايتك عرفت في الساحة عن طريق فن المحاورة أو القلطة بمعنى أصح، صحيح؟ لا المحاورة تقريبا في سنة 93 يعني بدأت في المحاورة، لكن كشعر بدايتي في الشعر يمكن من أواخر 86. كنا ننشر عند نصار الخمسان الله يذكره بالخير، وبس انها يعني بدايه يعني مثل ما تقول الشهره مع الاعلام وما هذه، ممكن المحاوره ساهمت بشكل كبير في ابراز الشاعر مساعد الجمال. فن المحاورة أو القلطة خلينا ناخذها بحكم أنك أنت أحد من مارس هذا الفن. نعم. مظلومة في الوقت الحالي، القلطة ما عاد كانت في السابق، ما كان لها اهتمام في الوقت الحالي، الشعر بشكل عام طغى عليها الشيلات أو الشلات طغت عليها أكثر. والله أنا من وجهة نظري أن الإعلام الآن ما هو نفس الإعلام في السابق. الآن المحاورة متواجدة في أي وقت، يعني القنوات الشعبية تبث المحاورة في أي وقت، برامج التواصل الاجتماعي موجودة فيها المحاورة. خلف السابق لا، كانت المحاورة يعني موجودة بحضورها المباشر، الجمهور كان يسعى أنه يصل إلى المحاورة لأنها ما كانت تنتقل بهالطريقة هذا السريعة. حاليا أنا أرى أن المحاورة ما كانت نفس في السابق، لأنها خفت يعني كثير خفت، حتى الآن يمكن حتى في الأفراح وفي العروس ما لها التواجد، شبه معدومة يعني ما أشوف أنا، مع أني ما صار فيها اهتمام أكثر مثلا من المعنيين فيها. أنا تارك المحاورة الآن لي تقريبا 15 سنة، بس ما أشوفها نفسها وضعها قبل، لا يعني تغيرت. حتى الأسلوب والطرح في المحاورة تغير، ما كان فيه يعني. الآن دخلت عليها الحان، دخلت عليها مواويل، دخلت عليها رقصات ما كانت موجودة في المحاورة. المحاورة قبل كانت لها يعني لها جمهورها، لها محبينها، لها أسلوبها، لها محبينها. ما كان يعني حتى اللي كانوا يمسكون الصفوف كانوا هاوين للمحاورة، ما يجون بمقابل مثل الآن. يعني إذا بتقيم محاورة الآن لازم تجيب لك صفوف بمبلغ، ولازم تجيب شعراء مؤجرة. نعم. يعني أبو محمد يقصد أن المحاورات تحولت إلى تجارية في الوقت الحالي. تجارية كانت قبل محاورة موهبة مهمة. نعم. وكان الشاعر مثلا في المحاورة كان يعني شاعر المحاورة شاعر لا يغابل صراحة، يعني شاعر يعتبر خلاص ماخذ شهادة الشعر بسبب اللحظة انه اليوم تجارية، في اتفاقيات وفي صفوف مؤجرة وفي مهرجانات واصبحت تجارية. والله شوف الكلمة التجارية على مسؤوليتك، انا ما اقول انها تجارية يعني حاليا تجارية، اصبح مردود مادي. فيه يعني انا لما بقيم محاورة لازم يكون عندي صفوف ولازم يكون عندي شعراء. انا اللي اسمع الان اذا ما تجيب صفوف يعني فرقه مؤجره تشيل الصفوف هذه، الناس الهاويين ما كانوا موجودين. الناس الهاويين اللي قبل يجون على اساس المحاوره، يجي انه هاوي للمحاوره ويشيل الصف ويتابع الشاعر الفلاني، ما كان موجود، لانه بامكانه هو في بيته تصله المحاوره اما عن طريق الموبايل او عن طريق القنوات الشعبيه. الان مثلا نقول ظلمت بنفسها مثلا ما كان ما في اهتمام، لان جميع الفنون الشعبيه الان موجوده في اليوتيوب، موجوده في كل مكان. يعني ما كان يعني اسعى لها او اروح اتعنى من مكان الى مكان. مساعد، كان لك اعداد صفحه شعريه نعم، وتسمى مواسم في جريده الراي، وما زلت نعم وما زالت مستمره حتى هذه اللحظه. نعم. في السابق كان في اهتمام من الشعار، وكانوا يحابون من يعد الصفحه ويراضونه، ويعني عشان يحط لهم قصيده، ينشر لهم شغله، يحط صورته. الان ما في اهتمام في الصفحات الشعبيه. هل الاعلام الجديد اكتسح؟ لا، الان كان يعني المنابر كثيره، يعني
لكن الصفحة الشعبية أنا أقصد اللي أتكلم عن الصفحة الشعبية اليومية اللي في الجرائد اليومية لا موجودة لها متابعين، ولها متابعين وهناك مشاركات كثيرة، وبالعكس يمكن الحين معد الصفحة له مجال أكثر، لأن الإيميل شغال والواتساب شغال والطلبات كثيرة موجودة. لكن وسائل الإعلام قبل يعني أنت شاعر حتى توصل إلى معد صفحة تبي لك مجهود ومعرفة وكذا. الآن يعني برامج التواصل الاجتماعي موجودة كذا، والشاعر الحين ممكن ينشر في صفحة في تويتر. نعم نعم ممكن، بس إن أعتقد أن الصفحة الشعبية خصوصا في الجرائد اليومية انها ما زالت يعني تحتفظ ب 75% من قوتها السابقة. مع العلم ان اكثر من الضيوف السابقين في البرنامج لما التقيتهم يعني حتى مجلات لها مكانه ولها عمر في الساحه اغلقت، تم تسكيرها، يقول لك خلاص ما عاد في ورقيه، اندثرت راحت بسبب الاعلام الجديد. السبب شوف نتكلم عن المجله لازم تروح تشتريها انت، واحيانا اكثر اغلب المجلات، والجريده تشتريها كذلك. لا الجريده حاليا انا اتكلم الجريده تصلك الى البيت حاليا، يعني انا اللي اشوف الجريده يوميا اقراها في دوامي، اقراها في الديوانيه، اقراها في، فالمجال مختلف. لكن المنابر الان الشاعر في الوقت الحالي الشاعر ما يعاني مثل السابق. في السابق يعني لازم تكتب قصيدتك، لازم تاخذها توديها انت بنفسك للجريده او لمعد الصفحه، لازم في الرقيب مقص الرقيب يتابعها اذا صالحه للنشر والله غير صالحه. الان باريحيه يحطها بحسابه وينزلها. كذلك معد الصفحه ما كان نفس الاول. معد الصفحه ممكن وهو قاعد في البيت يعد 3 صفحات 4 صفحات من خلال النت، ومن خلال اتصل في الشاعر ابداح دز لي قصيده او فلان يدز لي قصيده. يعني حتى المعد ما كانت يعني ما كان الجهد اللي كان في السابق. ما كان الجهد اللي كان في السابق. نعم. خالد، الان الصفحات يعني الشعريه او الساحه الشعبيه في الصحف او في المجلات شلون تراها؟ مساعد يقول 75% متواجده، هناك البعض يقول مساعد متفائل، يمكن نظره مساعد التفاؤليه يشوف حسب تواجده في هذه الصفحه، يشوف الاقبال فيقيس من باب الاقبال. انا غير شغال في الصحافه، لكن انا اشوف ان اليوم ما في غارة، في صفحات موجوده، لكن الغراء يعني المجلات الشعبيه اللي كانت على هرم الشعر اللي كانت تبيع مبيعات هائله اغلقت ابوابها. الصحافه كلها قامت تغلق ابوابها، يبقى الصفحه الشعبيه هي ممارسه، تواجد، مكابره للتواجد لا اكثر ولا اقل. نتواجد، نطرح ماده. شو انا يهمني ان تتواجد الصحافه لسبب واحد، لان كل شيء غير مؤرشف الحين. جميع ما يخص الشعر غير مؤرشف. يمكن الصحافه لما ابحث في اسمي يمكن القى القصيده اللي عند مساعد موجوده في النت، منشوره موجوده في النت، فاقدر استفيد منها مستقبلا لما ابحث عن شاعر. انا اتعامل مع برامج ابحث عن شعراء، عن يعني بمعنى صح خالد، التكنولوجيا طغت على الورقيه، طغت وتسيدت الوضع الان. كتواجد طغت، لكن المهم هل استثمرت بالشكل الصحيح من قبل الشعراء؟ هل اخذناها من باب اعلامي صح؟ هل قدرت تطلع لنا شاعر؟ السوشيال ميديا لا، ما طلعت، ما تقدر تطلع لنا شاعر ولا راح تطلع لنا شاعر. تبقى مثلا الاركان الاساسيه مثلا اللي هي المقومات مش الاساسيه مش موجوده لسبب ابداح. خلينا ابو خالد، ابو خالد اي شيء سهل ما يحقق نجاح. اي شيء سهل تواجد فيه. انا لو يكون برنامجك هذا او اي برنامج سهل ما راح يكون عندي، ما راح يكون طموح. الطموح ان تجد الشيء الصعب. دائما ان نتعامل مع وسيله سهله ما راح نقدم شيء، لأن ما فيها صعوبة وأنا جالس أسوي كل شيء بسلاسة. أيوة، لكن قبل يوم كانت الأبواب مغلقة في الساحة الشعبية صعب توصل، لازم يكون لك تجربة مهمة، كانت تطلع نجوم على مستوى الشعر عامة. والدليل أن اليوم كل البرامج الكبيرة والمعتمدة تعتمد على أركان الشعر، ما في أحد من السوشيال ميديا معتمد أو يعني يقدرون يستعينون فيه كجماهيرية مقابل برامجهم. واصل فكرة. مساعد، يمكن في السابق كان في تنافس بينكم في الصفحات الشعبية بمعنى أدق، يعني جريدة عن جريدة، وهناك أسماء تكون حصرية لكم، معنية لكم، ما يعني بأدبية أو بشفوي، كلمة أنه خلاص ما تلجأ لمجلات أخرى أو صفحات أخرى، أنت تكون حصري عندي عشان أبرزك وأطلعك بالصورة اللي أنا أراها. صحيح؟
والله شوف، هذه صحيح 100%، لكن أقول لك من ناحيتي أنا، والله يقسم بالله ما عمري استعملت الأسلوب هذا مع أي شاعر. والشاعر فاتح الأبواب للجميع؟ لا فاتح الباب للجميع. والشاعر اللي ينشر عندي بإمكانه ينشر بأي مكان، والكاتب اللي يكتب عندي بإمكانه يكتب بأي مكان. ما عندي في الأمور هذه، لكنها كانت، وأنا أقول لك أن المعد، يعني المعد اللي يستخدم هذا الأسلوب، أنا من وجهة نظري أن عنده جانب من الصواب، بحيث أن لا يكون هناك عدد عند مساعد بن جبران وعدد عند خالد المحسن نفس القصيدة هنا ونفس القصيدة هنا. هذا أدبيا أعتقد أنه من حق المعد أنه يركز على الأشياء هذه، وأنه يتكلم مع الشاعر. يكون حصري نعم. عندي مثلا، مو يكون حصري، أنه يكون يعني أنت أعطيتني قصيدة عشان أنشرها. نعم. ونشرتها عندي، أتفاجأ أنك معطيها واحد معد آخر ثاني. هذه أدبيا أعتقد أنها ما هي زينة لا من الشاعر، ونظرة القارئ لهذا المعد بعد ممكن أنها تكون فيها يعني نوع من أن هذا تعدى على الصفحة الثانية أو الصفحة. فالأمر هذا يعني ترجع للمعد نفسه وترجع للشاعر نفسه. نعم. خالد المحسن، ذكرت أن أنت رحت مدرسة أخرى بعيدة عن المختلف، مع الواقع وتاريخ أو الطرق اللي سلكها خالد المحسن عن بوابة المختلف، وصقلت تحديدا من ناصر السبيعي الإعلامي والشاعر الكبير عراب الساحة الشعبية، أنه تم صقل مواهب خالد المحسن عن طريق المختلف، تم ضم خالد المحسن عن طريق الأمسيات وتعليمه طرقها. الآن الأساس الآن المعني في أمسيات هلا فبراير في وقتنا الحالي. تعليق. شوف، أول شيء أنا جيت المختلف في 2005 أو 2006 بعد تواجد من 98. أنا متواجد في الساحة الشعبية. 2005 2006 تواجدت في المختلف. شوف، ناصر السبيعي هو العراب الحقيقي للشعر والشعراء. ناصر السبيعي تعلمت منها أشياء ومفاهيم، فأنا من مدرسة ناصر السبيعي. ناصر السبيعي تعلمت فيه الإعلامية، تعلمت من ناصر السبيعي أشياء أخدمتني إعلاميا، أخدمتني أني كيف أصنع النجاح، كيف أقدر أحتوي، علمتني حتى الصبر. أنا أذكر ناصر السبيعي قال لي نصيحة أول ما دخلت، أول ما تواجدت، فكنت مندفع وشاب وابحث، يعني احب الاكشن، حتى في قصايدي كانت مواضيع اكشن. فقال لي خالد ابي شغله منك، انت انت مو عندك اشياء، وراح تكون يا خالد يعني شيء اشوفه كبير في الاعلام، لكن ابي شغله منك يا خالد. من اي شخص يحاول انه يفتح وياك، يحاول انه يهاجمك، يحاول انه يكون ضدك، يحاول انه يكون عدو، لا تلتفت، اترك هذا مساحة بينك وبينه، انه يجي يوم من الايام. لما اتهجم عليك انا مثلا في البرنامج او مساعد من خلال صفحته يتهجم عليك، ما هو راية، شوف يبقى راية. انا الناس منصفة، عيون الناس منصفة، تعرف ان مساعد متهجم، يعني انت قلت متهجم ما قلت مساعد منتقدك، بتعرف هذا متهجم ولا هذا منتقد، في فرق بين الثنتين. فانا لما اترك مساحة بيني للصلح بيني وبين الاخر ما راح تضر. هذه النصيحة الوحيدة اللي وجهها. هذه لا، غير المنابر الإعلامية، إن كيفية احتواء الشعراء، كيف تحمل الشعر، لازم تلعب على مزيج الشعر، لازم حتى الخلطة في إحضار شعراء لازم تفصل بين هلا فبراير، يعني ما نقول نفسها بس قريبة. لا أنا حدثت شغلات جديدة، أنا حدثت الأمسيتين وحدثت الشيلات، حدثت أشياء جديدة، يعني غيرت في مفهوم، واكبت العصر للآن. أيوة، وابتعدت عن أشياء حتى يعني بعض التكرار لسبب واحد. أنا في كذا برنامج وفي كذا مكان بعيد عن المختلف أعمل وأقدر أصنع نجاحي، لكن أنا أتعلم منك، مليون واحد يتعلم منك، ومليون واحد مر على مجلة المختلف، ومليون واحد مر على أسماء كثيرة مرت معدة في المختلف. هل نجحوا كإعداد؟ ما نجحوا. طيب نجح مجموعة شعراء مرة، والصفحة طال عمرك المختلف فيها 120 صفحة، كم ناجح على مستوى الشعر من خلال المختلف؟ 20 شاعر. طيب اللي شهريا ينزلون 120 صفحة وينهم؟ ما كل شخص يقدر ينجح، أنت تقدم، لكن هل هذا الشخص موهوب يقدر ينجح؟ عنده شيء ولا ما عنده شيء؟ مثلا عنده شيء يقدمه ولا ما عنده شيء؟ أنت لو تنفخ في جربة مشقوقة سنوات ما راح تنجح، لكن إذا كان هذا الشخص عنده يقدر ياخذ مفاتيح النجاح ويطورها ويشتغل عليها ويتواجد فيها، إن كان شاعر أو إعلامي، راح يستمر في النجاح. نعم. احنا عندنا فاصل، راجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. الشاعر والاعلامي مساعد بن جبران، بداياتك كتبت باسم مستعار؟ كتبت باسم مستعار بس مو شعر، كنت نقد وما كتابات. ليش بداية الشعار دائما يكتبون باسم مستعار؟ كتجربة خايف من ردة الفعل؟ لا. تبي تقيس؟ لا الساحة؟ لأن كان الوقت اللي كنت أكتب فيه باسم مستعار تقريبا كل الشعراء اللي أكتب عنهم تقريبا أصدقاء. فلو يعني كتبت بالخفاء خالد تنتقدهم؟ المحسن، انتقدت خالد المحسن وعرف ان اللي منتقده مساعد بن جبران ممكن يتخذ موقف. ليش يزعلون الشعار اذا تنتقد؟ انا ما كنت انتقد شخصيه، كنت انتقد يعني نص اداء او نص او قصيده أي او نعم يزعلون؟ أو من خلال ليش ما يتبعون مثلا جزاه الله خير من اهداني؟ لا شوف، الشاعر دائما عنده الشموخ وعنده مهما يكون، ما عليك من الكلام، ما يحبون النقد خصوصا الشاعر الشعبي. وليش اجل يضربون الامثله؟ احنا ما عليك شغل، ما عليك. انا من واقع تجربه اقول لك، من واقع تجربه. الشاعر الشعبي من الصعب انه يتقبل النقد بالشكل الصحيح. ممكن يتقبل النقد في الواجهه، لكن في الكواليس ممكن يعاتبك او ممكن ياخذ موقف منك او ممكن يزعل. لكن اختفائي وراء اسم مستعار أفضل. شفت أنه أفضل، لأن الكثير كان يتعامل مع النقد، ما يتعامل مع الشخصية، أو هذا بداحس هل اللي كتب عني كذا وكذا. نعم. تجد أن الموضوع يدور حول القلم وما كتب هذا في النقد. نعم. نبي نسمع منك قصيدة. نعم. يقول: من باب تعريف القلوب الحبايب، اللي تدين عداك ولا تدينك، تدفن خطاك وعندهم دوم صايب، مدام حبل المصلحة في يدينك، ولينكشف غيبك وجتك الطلايب، ونقص حبل المصلحة بايعينك، ببخس ثمن باعوك في سوق خايب، ذا عمشينك وانكرم كل زينك، ربع الرخاء لو جمعهم كل طايب، ما فيهم اللي باللوازم يعينك، في سلمهم لأجل المصالح قرايب، قبل تبعد عن يسارك يمينك، خذها نصيحة في زمان العجايب، قبل تخسر دنياك وأعمال دينك، اللي ما يسأل عنك لا صرت غايب، إن جيت لا تفرح لي قال وينك. صح والسلام. صح لسانك. صح بدنك. خالد، يمكن أمسيات هلا فبراير لما كلفت فيها، هم بالصدفة أم هناك من راهن عليك، أم هناك من وضع الثقة فيك وعارف مداها؟ شوف، فيه تجارب هلا فبراير، أنا ما جيتها من البيت لهلا فبراير. أنا 2007 كنت معد أمسيات وسهرات هلا فبراير. 2008 كذلك معد أمسيات وسهرات هلا فبراير. معد الأمسيات، مش مشرف الأمسيات ولا رئيس الأمسيات، معد الأمسيات إعداد، أعد نعم. السهرات كشعراء، أعد الأمسيات كمعد برنامج، وأتعامل مع شنو؟ أتعامل مع الشراء، وكنت يعني أقوم في دور المشرف على الأمسيات، تواصلي مع الشعراء، تواجدي مع الشعراء، ترتيب الأمور. فبس النقطة اللي كانت ما تعطيني صفة الرئيس هي اختيار الشعر. فكان قعدت فيها أكثر من سنوات؟ كانت تنظيم المختلف، وكانت برئاسة ناصر السبيعي هذه السنوات. بعدين جاء فترة توقف، ابتعاد المختلف واستلام الوطن، ليالي الوطن للأمسيات. ابتعدت أنا مع المختلف، لأني كنت في قناة المختلف ماسك البرامج، فابتعدنا كلنا عن الأمسيات. جاء 2014 ردت الأمسيات. لما ردت الأمسيات أوكلت لي مهمة الإشراف، الرئاسة عند ناصر والإشراف لي. كان هذا الوضع موجود. شاركت في هذه المرحلة في وضع الجدول، من أختار، من أتواجد، من مع ناصر السبيعي. اسمين ثلاثة كانوا مختارينهم، وهذول مقنعين. الأسماء الغير مقنعة كإشراف لا. يفرضون عليك بعض الأسماء من لجنة عليا مثلا من هلا فبراير، شوف، كوزارة إعلام، كمسؤولين أو ناس لهم مكانة في الساحة الشعبية. شوف، اللجنة العليا لما توكل لك مهمة تجيك تقول لك، إذا كنت أنت شخص صاحب شخصية في الموضوع، إذا أنت شخص رجال تبي تمشي أمورك وبس،
انا مش افرض نفسي على اللجنه العليا، انا لازم اتواجد عشان اجامل وامشي اموركم واجاملكم، لا، انا اتواجد اما اتواجد وصاحب مسؤوليه وصاحب قرار كامل، ولا ابتعد عن الامسيات. احنا عباده كراسي، نتواجد اليوم في هذا الموقع، اما اكون في شخصيتي خالد المحسن اللي انا اقدر باسلوبي وبطرحي، بعدين حاسبني عن النجاح والفشل. انت دخلت وجبت لي مثلا سين من الناس، انت تشاور فيه، نشوف هل هذا ينفعني ويخدمني في النجاح ولا هو مجامله. ان كان ما بالمجامله خليك في بيته. هو ليش هو جاي وجايب واسطه بتواجد؟ لسبب واحد. نعم. ليه؟ يبي نفسه. فالواجب اني ابحث عن نفسي في التواجد. راح نتكلم في امور اكثر في امسيات هلا فبراير، بس نبي نسمع منك قصيده. ابشر، نقول لك انا والله اليوم حاب اني اقول كله جديد يعني، فاقول اذا اخطا عليك التافه فلا تعطي الموضوع اهميه، ما دام اللي خطا ما له اهميه. اذا اخطا عليك التافه فلا تعطي الموضوع اهميه، ما دام اللي خطا ما له اهميه. رفيق المصلحه عنه القلم يا صاحبي مرفوع، فلا يشغلك في طرح المواضيع الهجائيه. ترى حق الرجل يملك من الصدمات له مشروع عشان تصير صدمات الزمن عنده طبيعيه. ترى حق الرجل يملك من الصدمات له مشروع عشان تصير صدمات الزمن عنده طبيعيه. اذا شفت الحياه من وجه راعي المصلحه منزوع، لذلك كل يوم تشوف له ربع شلاليه يروح بعيد ويعود عليك ليذبح الجوع. يجيك من الهموم يصيح ويسحب خطاويه. ترى من يعرف المسموح ما يجهل وش الممنوع. قناعات البشر ما بين مأمورة ومنهية، لذا ما ينفع المنصوب والمجرور والمرفوع. علاقة مصلحة ما هي علاقة طيب وحمية. مشينا مع ضعيف الحال والمليان والمربوع، مسكنا راعي الوقفة وسرحنا الشليتية. ترى النصاب والكذاب والدجال والمصدوع علاقتهم مع أهل الطيب مشطوبة وملغية. ترى النصاب والكذاب والدجال والمصدوع علاقتهم مع أهل الطيب مشطوبة وملغية. تورينا الحياة من المشاكل كل شكل ونوع. بعض الأخطاء تجرحنا، بعض الأخطاء منسية. نعرف أن الخطأ يبقى على صدر الزمن مطبوع، ونعرف أن العذر ما ينفع إلا صادق النية. ضعيف المرجلة يلقى المراجل مثل حب الكوع، وقوي المرجلة يلقى المراجل نارها حية. رفيق النايفة عند المواقف يحتزم ويفوع، ورفيق المصلحة يحتاج له بصمة وراثية. ترى من يطعن العالم عشان إثارة الموضوع ما هو كاسب نعم، لا حل بين الناس طارية. أنا ترى من يطعن العالم عشان إثارة الموضوع ما هو كاسب نعم، لا حل بين الناس طارية. إذا شفت السنافي منصدم متضايق وموجوع، أكيد الصدمة اللي مرته ما هي بعادية. أنا ما قلت لك إنك معه يا صاحبي مخدوع، ولكن الكلام اللي بدربانة موارية. ما دام إن الخطأ ينشر على المغروء والمسموع، يجيه الرد واضح في القنوات الفضائية. صح لسانك. بداية من مساعد وخالد فيها أخوة وفيها عتب وفيها اي طبعا. على من واقع تجربة مريتوها مثلا من لا والله عشان رمضان يعني. لا الجو رمضان بعد. جو رمضان ها؟ نعم. إن شاء الله. مساعد يمكن الشيلات أو الشلات. نعم. هي مسماها الصحيح شنو؟ شيلات أو شلات عشان نعرفها. هذه موضوع يعني يستحق أن نتكلم فيه. بس أول خلينا نبتديها في مسماها. المسمى في ناس تقول شيلات، لا في ناس تقول شلات. لا أنا من وجهة نظري شنو اللي مارس المهنة هذه شو يكتب؟ المنشد. لا صح. إيه صح كثير يكتب منشد، ولكن يكتب منشد نقول إنشاد، صح ولا لا؟ هذه أنا بوجهة نظري أنا أعتبرها ظاهرة غير طبيعية. والمشكلة أنها قاعد يطلق على هذه الظاهرة أنها من التراث الشعبي، وهذا غير صحيح. ما في التراث الشعبي عندنا إنشاد. الكثير منهم قال هذه من التراث. لا. وتم إحيائها الآن في الوقت أبدا. وترجع لجميع كتب التراث ما تجد الإنشاد إلا في
الصوفية في الإسلام، وإذا رجعنا إلى الإنشاد ممكن ناخذها بطريقة أخرى. احنا موجود في تراثنا المحاورة، العرضة، الفريسني، الحدى، المحاورة، كثير من هالأمور هذه. لكن الآن أنا ترى ماني ضدهم، أنا أسمع بعض المنشدين وهناك شيلات تعجبني، لكن إقحامها في أنها من التراث الشعبي أعتقد هذا غير صحيح. أنت منين جت؟ أنا ما أدري منين جت، يعني هي ظاهرة، وظاهرة يعني أنا ما أعتبرها سلبية، أعتبرها ظاهرة يعني إيجابية. في هناك فيهم من كثير من دخل عليها بعض الموسيقى. إذا دخلنا عليها بعض الموسيقى خرجنا من الإنشاد، طلعت على المألوف، صار فنان نفس الفنان يعني. بس يقول تعديل. المنشد يقول لما يحط مؤثرات صوتية يقول أعدل. أنت ما عدلت، أنت رحت المجال آخر، خرج عن نعم، رحت الفنان الشعبي. أضف إلى ذلك هناك يمارس حقوق غير أدبية في هذا، واللي هي الألحان. اللحن، يا تكتب لحن خالد المحسن أو تكتب فلكلور. الموجودة حاليا هي ألحان موجودة لفنانين شعبيين معروفين كبدر الغريب، كخلف بن هذال، كحجاب، عيسى، الفنانين الشعبيين المعروفين. أنت ذكرت أن هناك بعض تعدي. لا مو كتعدي، تسمع لها يعجبك. من يعجبك من المنشدين؟ كثيرين. ما في واحد مثلا بالهد؟ يعني أنا دائما يعني ممكن هذه ما يعني ممكن واحد يعني أنا أسمع عبد الله الطواري. مو معناته انه عازم. عبد الله الطواري يعني. ايه اسمع كثيرين يعني، بس يعني ما خذيتها في مجال حميه عوازل؟ لا مو حميه، لا والله لا والله، اسمع غيره كثير، لكن اسمع اللحن الجيد. عبد الله يستاهل. ايه، واميل انا انها تكون ما فيها موسيقى، حسن يقول منشد. نعم. يمكن لك اول تجربه في امسيات هلا فبراير كانت منشدين. حلو. واول مره يعني تكون على ساحه او على مسرح هلا فبراير. صحيح. سبب توجهك؟ هو شوف، الناس اعتقدت انها اول مره. شوف عشان اوضح بس نقطه، في 2014 كنت انا مشرف هلا فبراير، جبت العذب، فهد المطر، وهادي المري، بعد الشعراء الرائعين مساعد الرشيدي ونايف صقر، كانوا في البدايه نايف صقر، وبعدهم الانشاد. كانت هي التجربه الاولى في ادخال هذه الشيلات في هلا فبراير، شفت قصه نجاحها. قعدت وتكتمت على الموضوع ل 2000، يعني متى ما جاء مجال الاستلام انه يكون هذا رئيسيه، لاني شفت النجاح في عيني في 2014. لازم تكون رئيسيه، امسيه رئيسيه للانشاد، لان اليوم فن خلاص اصبح جماهيري. نتكلم عن شيلات او انشاد مثلا، او اني خليني اعقب على كلام اخوي، هي موجوده في التراث والموروث، لكن مش عندنا. يمكن نتكلم عن موروثنا، احنا نتكلم عن موروث في الجنوب وغيرها، هذه موجوده كشيلات بس في دولة الكويت مو موجودة. لا، عندنا فنوننا احنا الخاصة في الكويت أثروا أن تأثر بالشيء الجميل، مش غلط. صحيح. تأثرنا فيه لأن هذا شيء جميل، والغت شوي، وخرتنا عن الأغاني، وخرتنا عن أمور كثيرة ما نحبها، احنا غير مستحبة عندنا. فتواجد الشيلات وتواجد هذه الفنون الكل يساهم فيها. يعني بقول لك شغلة، لما نقول عنا مثلا، أقول أنا ما تعجبني وأنا عندي كذا شيلة موجودة، أقول ما تعجبني وأنا شغالة في عروس إخواني، فأنا كأني أقول أنا تناقض نفسك. أناقض نفسي. فأنا خلنا ناخذ اتصال من صوت الكويت، المنشد المبدع عبد الله طواري. مساء الخير. مساك الله بالخير. حياك الله. وانا متألقنا دائما. الله مساك. حياك الله. حياك الله. سعد بن جبران والشاعر المتألق خالد المحسن. حياك الله يا وضحى، وانا سعيد في سماع صوتك عبر برنامجنا، وتقبل الله طاعتك. شلونك مع رمضان عبد الله؟ اول شيء منا ومنكم وصالح الاعمال، اللهم لك الحمد. نتمنى القبول من الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين. بداية ابو خالد ابيك بس تسمح لي في هالبيتين، يحفظ الله من القلب للقلب يا ابو خالد. الله يرحمه. وشهادتي فيك مجروحه. الله يرحم والدك. تفضل. يقول دام فضلك، يقول يفخر التلفاز والمذياع مع جمهوره فيك يا رمز البرامج والمذيع الراقي، يا بداح الشعر والشعار بك مسروره، والقصايد في مديحك دائما ينساقي. استاهل. فهذه من القلب. استاهل ابو خالد. جزاك الله خير يا عبد الله وعلى هالكلام الجميل والرائع. بس نبي نسمعها شيله.
ابد الساعه المباركه يا ابو خالد، وانتم تامرون امر. الله يرحم والديك. وخلني ارحب مره ثانيه بضيوفك. الله يرحم والديك. للامانه مستمتعين في هذا اللقاء الجميل والرائع. الله يجزاك خير. مبدعين ومتالقين، واسال الله العزيز القدير انه يجملنا باسم منشدين الكويت اخواني وربعي وامون عليهم ان نكمل. عبد الله، من اطلق عليك صوت الكويت؟ ابو خالد قلتها مرارا وتكرارا، القاب حصلت عليها من شعراء مميزين، اعلاميين مخضرمين، شيوخ، من متابعين. يعلم الله عز وجل اني افخر بجميع الالقاب. ابو خالد في النهايه اللقب من يصنع اللقب هو الجمهور اول وتالي، لكن الرساله اللي احب اوصلها عبر هالبرنامج الكريم وضيوفك المميزين اني اقول انا المنشد عبد الله الطوالي يسعدني التعامل مع كل مبدع حتى نحافظ على هذا الموروث الشعبي الجميل. ابو خالد، خلينا نكون واضحين، الان اكثر الشعراء الاعلاميين الافاضل والشعراء المبتدئين وغيرهم يعلمون جيدا بان الشيلات تسيدت الساحه. صحيح. شئنا ام ابينا، هذا اللي واضح لنا وهذا اللي نشوفه. 2016 لغه رقميه، اليوتيوب يبين عندك نسب المشاهده لهذه الشيلات. عبد الله، لكن اللي بقوله نعم، وانا لفت انتباهي كلام الرمز والشاعر مساعد بن جبران عندما قال المنشدين اكثرهم يستخدم الالحان القديمه. انا اقول له صدقت يا ابو محمد، لكن انا اتكلم باسم المنشد عبد الله الطوالي ولله الحمد والمنه. اعجابي في الشيلات وحبي لهذا الموروث الشعبي الجميل اجبرني على ابتكارات اللحن، ولله الحمد والمنه. جميع الحاني من ابتكاراتي، عسى الله يجملني في عيون متابعيني وربعي. عبد الله كلمه حق اقولها لك على الهواء، يعني انت ابدعت وتميزت، والان يعني أصبح لك اسم ومكانة بالقمم في دول مجلس التعاون بشكل عام. حتى مشاركتك أثناء شاعر المليون كنت جميل ورائع، وخير من يمثل أبناء هذا الوطن في المهرجانات الخارجية. عبد الله معاي؟ وصل الخط؟ الظاهر ما عنده رصيد. شوف رصيد. لا أنتم خذيتوا المدح من عبد الله الطوالي وقلتوا خلاص سكر الخط. لا نبي نسمع منه الشيء، بس ما قالها، بس معه. قلت التجربة، شلون رأيت تجربة المنشدين في أول أمسيات هلا فبراير 2016؟ الكل يعني عشان الكل كان يقول لي إن هي مغامرة وتجربة راح تكون أقرب للفشل. أنا كنت أشوف شيء آخر من حكم تجربتي في موضوع تواجدهم في أمسيات. كانت أمسية تاريخية تسجل في تاريخ هلا فبراير، أمسية الشيلات. يعني ما في مكان الجمهور خارج القاعة أكثر من اللي داخل. صحيح. تخيل أن التواجد شيء أنت قدمته وأنت تشوف وأنت تشاهد بعينك. وأنت يعني عشان واحد بغى يقول كلام ما يكبر الموضوع أو يصنع نجاح أو يتكلم عن نجاح مش موجود. أنت متواجد وتقدمت الأمسية بداح السهري وشفت الصدى في الأمسية وشفت بعد الأمسية الصدى الموجود. تسمح لي عشان ما نطول على عبد الله، رجع مرة ثانية. عبد الله، هلا ومرحبا يا ابو خالد. ما عندك رصيد انت؟ لا والله تليفوني فواتير بس ينقطع الشبكه. زين، نبي نسمع الكلمات الجميلة اللي قلتها بشيرة عبد الله طوالي. حاضر يا ابو خالد. هذه تقول على عجال، الله يرحم والديك. يا بخارة الفاز والمذياع مع جمهوره، هيك يا رمز البراء مجوى المذيع الراقي، يا بداح الشعر والشعار بك مسروره، والقصايد في مديحك دايما ينساك. للأمانة هالأبيات أنا أقولها بكل صراحة، أنا فخور في الإعلامي بداح السهري أبو خالد. الله يرحم والديك وأنا كذلك. الإعلام يا أبو خالد، الإعلامي رسالة، خلينا نتحدث بس بجزئية بسيطة. تفضل. الرسالة الإعلامية أنا أعتبرها أمانة، والأقلام هذه بإمكانها أن تشوه سمعة من تشاء، وبإمكانها أن تكون صادقة قدر المستطاع. فأنت من الصادقين والمقربين إلى قلبي قبل كل شيء. عبد الله، يعني المختصر الشديد بالنسبة لضيوفك الكرام نرجع وأعيدها، أنتم رموز، أنتم نفتخر بكم جميعا. يعلم الله عز وجل نتجاوز كل الخلافات،
من أجل أن نصنع موروث شعبي جميل في دولة الكويت حتى تزدهر وترجع للماضي كما هي في السابق. آمين إن شاء الله. عبد الله، في هالشيء ومطالبين في هذا الشيء. أول شيء شكرا على مداخلتك، ثاني شيء شكرا على كلماتك الجميلة، ثالث شيء أنت مبدع سواء قالها بداح ولا قالها الآخرين، أنت يعني أثبت علو كعبك وأثبت علو مقامتك يا عبد الله، وشاكر لك على مداخلتك. شكرا لك. شكرا. فعلا يعني كنت أنت خذيتني شاهد حي، وكنا خلف الكواليس. عطني الكاميرا مخرجنا. فكنا خلف الكواليس، كانت الأعصاب كلها بحكم أنا أتكلم عن نفسي، أول تجربة بي فيس تو فيس مع جمهور كان أحس موج بشري وليس أعداد. يعني أنا واجهت مثلا أمسيات، واجهت مهرجانات، واجهت كعريف حفل، بس اللي شفته على مسرح على فبراير موج بشري بشيء مو طبيعي. كانت الربكة موجودة خالد، كانت نفس التحدي موجود معك، كان إصرارك، عزيمتك. أطالع فيك عن قرب، أنا أعرفك خالد المحسن عن قرب. كان مو خالد المحسن وقتها، كنت مرتبك، قلت لي كلمات تبيني أقولها على وقلتها على قول اللي تبي، قول يا أبو. زين، يعني كنت تشد من أزري، بداح بيض الوجه، بداح أطلع بالصورة الحسنة، بداح طالبينك أنت الهد، أنت ربان هذه السفينة اللي هي كأمسية الشيلات. إذا طلعت أنت بالصورة الصحيحة راح تشيل اللي وراك. ليش؟ لأن الجمهور ما تقدر تسيطر عليه. إذا ما كان في مذيع ناجح يقدر يقود هذه الأمسية ما يقدر يسيطر على المذيع. خلنا نقزرها أنا وياك مدح صراحة، بس لا كنت صراحة نموذج رائع، وقدمت الأمسية بشكل صار الكل يشيد فيه. يعني اترك خالد، يمكن أنا يهمني لو انك ناجح بقول، لكن الجمهور اللي برا يهمني يقول لك بداح كان صح، بداح كان قد الأمسية لما تكون أمسية جماهيرية. اثنين، الارتباك. أنا في أمسيات هلا فبراير، وأعوذ بالله من كلمة أنا، كل المسؤولين عن أمسيات في الوطن العربي، ولا أتكلم عن الخليج، يعني أتكلم حتى في البرامج، لما يجيه الفرصة في إدارة أمسيات يجلس في الصف الأول ورجل على رجل وجنب الراعي ولا جنب شخص حتى يقدم نفسه للجمهور اني انا صاحب الوجاهه. انا عند الباب ولا جلست أنت الله في كل مكان، ولا جلست اشوفك تحت، ولا جلست على كرسي الصف الاول من بدا المهرجان لين انتهى المهرجان. راح تعيد شيلات او الشيلات؟ شوف، اذا استمرينا في التواجد وكان في احنا الحين في ترتيب اخر للامسيات لسبب واحد، الشعراء كثير جو ويانا، لازم نجي وياهم مره ونوقف لهم وقفة حق قدام اللجنة المنظمة ونقول إن ما قصروا ويانا، لازم نوقف وياهم في المرة ونرتب أمورنا وأوراقنا. كثير من الأسماء اللي كانت مترددة في المشاركة وأسماء مهمة في الساحة الشعبية تم بيني وبينهم اتصال بعد الأمسيات وقبل الدعوة على طول، وقال لا. عبد الله طوالي ليش ما خليته يشارك؟ للأمانة لا عبد الله، شوف بقول شغلة، الناس فهمت عبد الله أخو. اليوم احنا عزلنا كل هذه الشوائب. نعم. زين، لأننا متسامحين مع أنفسنا. هذا الجواب النظيفة منك ومنا اثنين. عبد الله، أنا يمكن الناس تعتقد أو ترى أن بيني وبين عبد الله في فترة المهرجان خلاف شنو؟ مش خلاف شخصي. متى ما كنا خلاف شخصي مشكلة. خلاف شخصي تدري شنو عليه؟ الخلاف الشخصي لما يكون بيننا كارثة، مش موضوع إعلامي. الموضوع إعلامي خلاف إعلامي، لازم نتعامل وياه في هذا الموضوع. أنت يعني عبد الله طالب على عجاله، بس طالب في شيلة خالد المحسن المهرجان، قال انا راح اشيل خالد المحسن باي طريقه كانت. يمكن ردة فعل زعل. أبعلمك والآن كلماته جميله. عبد الله أبعلمك عبد الله اليوم اتصاله كان يقول للناس ترى هذا خالد اخوي، بغض النظر حتى لو اختلفنا اعلاميا نبغى كانسانيا، نبغى كاصدقاء، يزيل الخلاف يروح. عبد الله صوت جميل، صوت مبدع، ما اقدر انكر صوت عبد الله ولا اظلم لا عبد الله ولا غير عبد الله. لما اقول انا انك انت شخص مثلا فاشل الناس ما راح تصدقني، لكن الحظ او التوفيق او ربي كتبها الريكان في الفتره هذه. نعم. في الفترات القادمه يمكن يكتبها لعبد الله، يكتبها لغيره، هي على ما قال ربي خلاص وجدك هالمساعة، الله ما وفق اني تواجد عبد الله. انا ما اقدر اقول لا انا كنت ما ابي عبد الله، مستحيل اكون ما ابي اي شخص يجيب لي جمهور. انا مش عدو نفسي، تدور النجاح مع اي شخص اللي عنده جمهور. مساعد. قبل اطلع فاصل على عجاله، تتفق معي ان عبد الله طواري
في الأمسيات القادمة إذا الله أعطانا عمر، أعطاه عمر وأعطاه خالد المحسن وتولى هذه المسؤولية، يكون أول اسم في أمسيات الشيلات في هلا فبراير؟ والله أنا متفق. أنا أقول لك أن عبد الله الطواري يستاهل، لكن أنت تأكد أن خالد المحسن ما راح يرضي الجميع مهما يكون، ما راح يرضي الجميع. ويعني عبد الله الطواري مبدع وله جمهور، وغيره من الجمهور من يرى ان فلان مبدع وله جمهور. انا ما ابي اتكلم في عبد الله الطواري لشهادتي فيه مجروح. انا ذكرت عبد الله الطواري قبل شوي، قلت هذه يمكنها عنصري. لا اخذها وطلع وقال لك بيتي باب المداعبه. عبد الله اذا كان في هلا فبراير فما نستغرب، يعني من حقه انه يكون في هلا فبراير وهو مبدع. تطالب معي الحين على الهواء بس بثبتها مع لا انا ما اطالب، انا اقول يفرض. مخرج له فاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الشاعر والاعلامي مساعد بن جبران، هل الاعلام الكويتي ظلم الشعر، ظلم الشعراء؟ لا بالعكس، اكثر اعلام اعطى مجال كبير للشعر هو الكويت. دوله الكويت قديما كان صاحب السمو رحمه الله عليه امير القلوب الشيخ جابر اول من اسس ديوانيه شعراء النبط، وكانت هذه الوحيده في الخليج تقريبا. اضف الى ذلك كانت مهرجانات موروث الشعبي يحكم في الشيخ صباح الاحمد طال في عمره. كان صاحب السمو كل سنه يكرم الشعراء بزياره الشعراء، كان مجال واسع. عندنا تقريبا 12 برنامج في إذاعة وتلفزيون الكويت كلها تخدم الشعر. أضف على ذلك في الوقت الحالي ما زالت موجودة للإعلام، بالعكس يعني ما قصر الإعلام الكويتي. لا ما قصر. الساحة الشعبية الكويت كلها ما قصرت مع الشعر. آخر نص ساعة عدنا بنسمع منكم قصائد متتالية، أنا بنسمع منكم ساعة. يقول لا تحسبن الطيب في كثر الكلام، الطيب مرقاب صعيبه جيته، سهم تنميها الرياجيل الكرام ولا الرديدونه عزومه ميته. والمال وهبه من عزيز ما يضام، ويسعد من حسناه تسبق سيته. واللي ما يفرق في حلال وفي حرام حتى ايش لو ما تنحصي ماليته. واللي ما عنده في المواعيد التزام، لا خير في جده ولا عفويته. ومن لا يميز في الصغار وفي الجسام، لا تنتظر في اللازمة حميته. ولا ياخذك بعض النباء والابتسام، ترى الردي نقض العهد ما ريته. والسلع اللي ما تجمل ما تسام، والمردة لا تخدعك سريته. ترى الحقيقة سايدة رغم الظلام، والصدق درب ما تخون أرضيته. لا ياخذك بعض النبا والابتسام، ترى الردي نقض العهد ما ريته. والسلع اللي ما تجمل ما تسام، والمردة لا تخدعك سريته. ترى الحقيقة سايدة رغم الظلام، والصدق درب ما تخون أرضيته. واجعل نظامك للعقول أسهل نظام، وصعب على من يصطنع سجيته. واجعل نظامك للعقول أسهل نظام، وصعب على من يصطنع سجيته. واجعل لنفسك مع أهل العليا مقام، والهون عز النفس عن وضعيته. وهم ما فيها الحياة الاحترام، والدين للمسلم وصافي نيته. ورفاقتك في حزة الشدة حزام، وضد الخصيم اللي يلمستك شيته. واخذ القليل من الكثير بلا خصام أفضل، ولو زاد الخطأ عطيته. واللي يدور للخطأ والانقسام يلا عسى تبكي عليه اخويته. صح لسانك يا ابو محمد. خالد نفس السؤال اللي سالته باختصار، الاعلام الكويتي انصف الشعر والشعراء؟ الاعلام الكويتي ما انصف لا الشعر ولا الشعر. يعني تناقض كلام ابو محمد له وجهه نظر. نعم. كل وجهه نظر له رايه للحر، ومش معناها اني انا اقول لك هذا الكلام هو من زاويته يشوف انه انصف. انا اقول لك شغله، كل واحد له رايه. الانصاف مهرجانات تقام في الكويت وين؟ غير هلا فبراير ونشاط خاص وغير مدفوع للشعراء. أن تنصف الإعلام مش وجد برامج. أنا عندي برامج في الإذاعة، لكن التلفزيون قائم عن البرامج الشعرية. البرامج المنوعة، ديوانية شعر النبط هذه جهة مفروضة على وزارة الإعلام لسنوات موجودة، إن كانت في الإذاعة أو في التلفزيون.
انا اتكلم عن برامج في كل القنوات في كل الكويت، لا نتكلم عن الاعلام الكويتي ان وزاره الاعلام، نتكلم عن كل ما يخدم الاعلام الكويتي، نتكلم عن قناه الشاهد اليوم برنامج شعر. طيب عشان لا يقولون انك انت مثلا في قناه الشاهد ما تنتقد قناه الشاهد، لا انا اتمنى من قناه الشاهد ان تهتم في الجانب الشعري من خلال برنامج شعري. عندنا برامج في السابق وما زلنا في طور التنفيذ أبي برنامج والتطوير. شوف، لا يصير البرامج المنوعه او البرامج الفنانات او برامج فيها اهتمام كامل، برامج شعر روح سجل في البر ولا في الجاخور ولا في المزرعه ولا اي مكان، لا عاط احتراما مثل ما تعطي البرامج الاخرى احتراما. نعم. واثنين، اقل ما يمتلك هذه البرامج ان توجد لها راعي يحضر شعراء في تذاكر وفي سكن، ان تحتوي شعراء الخليج مثل ما كانت منبر الكويت مصدره للشعراء. كل الشعراء امس ظهروا في قنوات ثانيه وان حق لي اني اسميها، كلهم يتكلمون عن خروجهم من الساحه الكويتيه، عن علاقتهم لما يتحدث يقول القاعده الاساسيه له كنت في الساحه الكويتيه، كل ابوهم اجمعوا على هذا الكلام، وشعراء كبار. تخيل لما يتكلم فهد عافد، لما يتكلم نايف صقر، لما يتكلم سليمان المانع، الكل يتحدث اني انا ظهرت من الساحه الكويتيه، ما نجد اهتمام لا في التلفزيون ولا في الشاهد ولا في الراي ولا في اي قناه. يعني اقل شيء على استحياء اذا صار عنده فقره فاضيه جاب شاعر خلينا نسكر فيها الفقره تسكيره خانه. ايه الشاعر بس تدري ليش؟ لان الشاعر يقول لك ما يكلفني شيء، مو مثل الفنان يمكن يطلب عليه فلوس، فالشاعر لا يجي يتواجد. يا اخي بندعم الشعر بس اعطونا برامج سهله. نعم نبي نسمع منك. يقول الله يا الضيقه اللي صارت قروب، الله يا الضيقه اللي صارت قروب، ما عاد نعرف ضحكنا من وجمنا، نلف الضيقه على الارض ونجوب ونقول يمكن وقتنا يحترمنا، شمال نلقاه بمتاهات ودروب، جنوب يسلم راس منه حشمنا، ونروح صوب الغرب فالرايع دروب، والشرق لو بيديه ما قد رحمنا، صرنا بلي راي والراي مسلوب بين الوحوش اللي تقطع لحمنا، صرنا بلي راي والراي مسلوب بين الوحوش اللي تقطع لحمنا، يعني حرام نضيع في الوقت ونذوب ونظلل الغلطة ونركز علمنا، كأن الهموم تصب للناس الكوب وتنزل دموع عيوننا لابتسامنا، أحلامنا وجه من الغيظ مشحوب، نحلم ونصحى ليتنا ما حلمنا، كنا الزمن منكوب والراي منكوب، عقب انتصارات الحضارة هزمنا، الوضع متكهرب ومبداه مقلوب، نرسل سهمنا كيف يرجع سهمنا، أنا أشوف الوضع ما هو محبوب، كيف الردى في كل يوم يعزمنا، نحط طوب وينقلب فوقنا طوب، وليا سلمنا جعلنا ما سلمنا، الناس كم تخطي مع الوقت وتتوب، حنا عزفنا الخطايا نغمنا، مدام تفصال الهزايم لنا ثوب، لازم نصيح ينطق الحق فمنا، ما عاد فيها شعر ملغى ومكتوب، دام المشاعر بحرها ملتهمنا، اما نجي ونرتب الحكي باسلوب ولا نقضي عمرنا في وهمنا، من كثر ما شفنا من احداث وعيوب جفت محابرنا ووقف ظلامنا، جفت محابرنا ووقف ظلامنا. صح لسانك. سعد يمكن من ابناء هذا الوطن واقع وليس يمكن بعد، مبدعين متميزين ما تم استثمارهم من الجهات المعنيه في دوله الكويت. نلاحظهم في دول مجلس التعاون يستثمرون في ابداعاتهم، في شعرهم، في افكارهم. ليش ما يتم استثمارهم في وطننا؟ استاذ الكريم، انا السؤال، انا تكلمت عن الكويت كدوله وكقياده سياسيه في خدمه الشعر على امتداد التاريخ. في هناك جهات اعلاميه او مهرجانات او برامج توكل لاشخاص ممكن يكونون هذا الاشخاص هذول غير مسفين او غير مهتمين الا بما يدخل جيوبهم، هذا امر اخر. لكن انا اتكلم عن الكويت
في خدمة الشعر الشعبي. احنا دائما نصدر الشاعر الجيد، وأقولها بكل ليش ما فخر. نستثمره؟ شنو نوع الاستثمار يعني؟ انه من كلمات. الان انتم الشعراء متهمين انكم ما تغنيتوا في الوطن، ما قصدتوا في الوطن. بالعكس انا مستعد اكتب اي نص في الوطن واتشرف، ولكن انا محتاج الى فنان يجيني، او انا اجي اتعاون معه، ومحتاج الى لحن. انا لا يمكن ان اعطي، انا في اغاني وطنيه انا والله لما تطلع ما اسمعها. الكلمات ما تستحق الكويت هالكلمات هذه، اللحن ما يستحق. يعني أنا لما قرض بواسطة مثلا، واسطة أو كم يدخل في جيبه، أنا قدمت لهذا وزارة الإعلام وافقت عليه، أعطوها المبلغ الفلاني. لكن بالعكس أنا العمل الوطني كلنا مع العمل الوطني، كل بونا، بس نحتاج إلى ملحن، نحتاج إلى واحد يهتم في القصائد يعني الوطنية. تبون مقومات نجاح. نعم. الشاعر الأغنية الكلمات موجودة، بس الأغنية الوطنية ما هي نفس الأغاني الثانية. يجب أن الشاعر أو الفنان أو الملحن اللي يعطى نص وطني يجب أن يحط الكويت قدامه، أن يكون هذه مسؤولية كبيرة، ما فيها خبط ولزق وتوكل على الله وقول كلمات. أحيانا تستخدم كلمات في نصوص وطنية والله بعيدة عن الكويت وعن لهجة أهل الكويت، وعن ما يقولون أهل الكويت الكلام هذا، ما يقولون أهل الكويت، وتمشي وتسوي وتروح. أي. أما كتاريخ يعني الكويت خدمت الشعر الشعبي وقدمت للشعر الشعبي كل شيء، لكن يجد القصور من بعض القائمين على هذه المهمات يعني. ولا استثمار الشعر، ما زلنا نقدر نستثمر الشعر، ولا نعفيك أنت من المسؤولية، أنت رجل إعلامي وتدير برنامج وعندك قناة، وكل ابونا نساهم في الشيء هذا، لكن في امور احيانا تصدم فيها انها ما تمشي الا خشمك عينك، وهذه هي المشكله. هذه المشكله. نعم. واسطات يعني تقريبا. خالد، اكثر الشعار اتجه لدول الخليج تحديدا يقول لك لان الماده متوفره هناك، غير الماده هني ما في ماده عنده. احد ضيوفي ذكر ان ابداع المفصل فيها انه الماده. طيب. يعني انا بودي وبخاطري وبأمنيتي أني أشوف المبدعين من الشعار في دولة الكويت يكون هناك تحت مظلة تحتويهم، يأخذون من كلماتهم، يأخذون، لأن الوطن يحتاج الكثير منه، الوطن نعم. يبي منا الكثير. لا، الوطن يبي، وإحنا نبي نعطي الوطن. لكن إذا تكلمنا عن العطايا مثلا، لما يجيك مسلسل وتعطيه 400 500 مليون دينار كويتي، 400,000 دينار ولا شيء. أيوة زين، مقابل مسلسل رمضاني يمكن كله تصوير شوارع مش هادف اصلا، ويجي للشعر ويقول لك ميزانيتي 3000 دينار، وتروح لدوله خليجيه ويقول ميزانيه مفتوحه. طيب، وتخلص من البرنامج 13 حلقه او 3 شهور وتاخذ لك مليون ونص درهم. انت وانت بتعطي بترجع تقول لي وطنيه، اقول لك انا احب ديرتي، مش لازم وطنيتي تكون في العمل. بس هي مو كلام، فعل واقع. اسمعني، لما تجي للاغاني مليون، انا سويت اوبريت لسلطنه عمان، اهداء من الشعب الكويتي للسلطنه على حسابي الخاص. سويت باعيادهم الوطنيه، نعم. وبفضل الله صار افضل اوبريت تواجد، مع انه كانوا وياي فنانين معروفين على المستوى. انا سويت اوبريت انشادي مع أطفال، اجتهدت فيه شخصيا، ما حد دعمني فيه ب50 فلس حتى على حسابي مالك الخاص. اي، اهداء لدوله، عشان اقول له ما حطيته باسمي، اقرا البانشيت، اهداء من الشعب الكويتي على حسابي. انا اهدي عن الشعب الكويتي، الشعب الكويتي مش محتاج ان خالد يهدي عنه، لكن انا بمثل وطني مقابل الديره الثانيه. حبك للوطن، اثنين كذلك سويت انا واخوي ممدوح عمل اوبريت سلطنه للامارات. نعم. هذا العمل كرمنا عليه من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكرمنا من قبل الشيخة هند آل مكتوم، وكرمنا من كذا جهة. اهتمام الآخرين، وكتبنا أهداء من قلوب كويتية، ما كتبنا أهداء من خالد. يعني شنو؟ قاعد أمثل الوطن بدون أن يشعر الإعلام الكويتي أني أنا أمثله. طيب، هل في واحد قال لي تعال، يعني تخيل ان في واحد في التلفزيون يقول لي انا بالاوبريت بعرضه،
قلت له ليش؟ قال لي انا بعرض الاوبريت. قلت له اعرضه تستاهل، يعني باسم الكويت ويوم احتفال وطني الامارات تعرضه. ليش ما عرضت على الوسائل الكويتيه؟ عرضنا على الوسائل الكويتيه، كل ابوهم شو يقول؟ التلفزيون عرض منه 5 دقائق وهو مدته 8 دقائق، وصاد الحركه المخرج البطل في التلفزيون الكويتي والمدير العملاق وقطعها على 5 دقائق. قلت ليش؟ قال عشان ما تطالب في حقوقه عندنا بكره تقول اعطوني مبلغ. ايه هذا اللي قلت لك، انا المشكله القائمه. انت عرفت شنو يعني؟ تخيل واحد يقول لي انه الشيخ سلمان حمود ابو الصباح وزير الاعلام ووزير الشباب الله يطول عمره يقول ان الشيخ يسال عن الشعر في احد المهرجانات، قدموا له قال وين الشعر؟ يعني يبي الشعر، لكن اللي تحته ما يبون الشعر، الاخرين ما يبون الشعر، المعنيين ما يبون الشعر. يواعد واحد قال لي يلا خلينا نشتغل شعر بنسوي الشعر، بعد فتره يقول لك يا اخوي ما يبون الشعر. هو يقول لك صريح، انا ما بذكر اسماء لانهم امنوني على المواضيع، يقول لك ما يبون الشعر. انا اتكلم عن تقول لي الاغنيه عصابه يدق على فلان لان فيها مبالغ خاصه في انتاج. انا لو اقدم لا عصابه يدق لك الملحن او الموجود مع المجموعه يفرضون عليك ايه تعال اكتب لي بداح، لان بداح في ديل بيني وبين بداح مادي مش وتلقى كلمات على ما قال لك هذا، حتى لو قرقعه مش كلمات مش شعر اي شيء، بس المهم نقبض على المقدش على اليوتيوب على اوبريتاتنا اللي سويناها للدول الخليجيه، وشوف في اليوتيوب اللي فاصل بيننا شوف عدد المشاهدات، وشوف اوبريتاتهم اللي سووها وخذوا عليها 10,000 و15,000 دينار المشاهده 30 شخص. فتقول لي انت اغاني، يقول لك مش اغاني وطنيه. الكويت كانت هي الرائده في اصدار الاغاني الوطنيه، كانت الرائده في يعني المعنيين في الوزارات من نص حبيبي. أنا بعيدا عن الوزارات، انا ما بي احد، احنا جينا نقول الحق عشان ننصف نفسنا. نعم. الكل شلون اكسب مش شلون اعمل، شلون اكسب شلون اربح. هم هدفهم ربح مادي وليس حبيبي ابراز دور انا الدولة. احط لي شركه برا واشتغل على الاعلام. نعم. مساعد، ذكرت ان دورنا احنا كوسيله اعلاميه ودوري كمقدم برنامج اني ابرز هذه القضايا، وهذا اللي قاعد تلمسه الان. دورك انت كاعلامي معد صفحه في مناشده، في ابراز، في اهتمام في الساحه الشعبيه في دوله الكويت. انا كتبت عن الشيء هذا، بالعكس كتبت، لكن انا لما اقعد مع مثلا اتكلم عن وزير الاعلام، اجد ان وزير الاعلام عنده الرغبه في الشيء هذا. ابو صباح مهتم. نعم عنده الرغبه، قيادتنا السياسيه عندها الرغبه الله يحفظهم، والشعب الكويتي الناس الكبار مهتمين بالشيء هذا، لكن المصيبه في من تؤكل لهم بعض المسؤوليه. يعني احنا عندنا مهرجان القرين، يعني في اوبريتات الكويت قدم فيها الشعر الشعبي ما قدم. الموروث الشعبي كان في ميزانيه ما تكفي. لا ميزانيه واجد تزيد يعني للشعر تحديدا للمهرجان ككل. تجس نبضنا ولا انت تعلم ان الميزانيه مو تكفي؟ لا تزيد، تبني لها منطقه ثانيه تزيد مش تبني شعر. تزيد. لكن المشكله شنو؟ نفس ما قال خالد، في حاشيه هي مسيطره. ايه اجيب فلان واجيب فلان عشان ياخذ 1000 دينار ولا 2000 دينار. بقول لك شيء، انا لما يقول لي هناك حضور لصاحب السمو الله يحفظه او سمو ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، انا هني وتطلب مني شاعر، ما راح اقول لك حط لي اعلان واقول يلا الشعراء تقدموا لي، لا، انا اروح اختار الشاعر الجيد، اروح للشاعر الجيد لو حتى اجي في بيته واحب خشمه. ليش؟ لان هذا اذا وقف قدام صاحب السمو او سمو ولي العهد هذا يشرفني، اعرف انه راح يقول قصيده تحوز على رضاه. ما اجيب لي شاعر على اساس اني اعرفه واني صفرت لك، لا، هذه المصيبه عندنا. واصل فكره. نعم. فاصل وراجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومعي اتصال من الاعلامي تركي الهاجري. تركي مساء الخير. تركي مساء الخير اخوي زاح، يا مرحبا. حياك الله، تفضل. الله يعطيك العافيه. يعافيك ويطول بعمرك. مسي عليك ومسي على متابعينك. حياك الله يا استاذ. ضيوفك الكرام ومبارك عليكم ما تبقى بقدم شهر. حياك وانت بخير ان شاء الله. مشاركتك. حبيت امسي على شاعرنا والاعلامي سعد بن جبران، والشاعر والاعلامي خالد المحسن. نعم. الله يمسيك بالخير يا ابو حياك الله. خير.
اخوي بدأ حبيت اسال اخوي خالد المحسن. نعم. يعطيك العافيه ابو محسن. تفضل سؤالك انا اوجه له، تفضل تركي. يا مرحبا ابو محسن، سؤالي لك الله يعطيك العافيه. كثر ما عطى اخوي خالد المحسن للساحه الشعريه، وكثر ما عطى وكثر ما بذل جهود طيبه للساحه الشعريه في الاونه الاخيره، وقبل خالد المحسن عطى شيء كبير للساحه الشعريه الكويتيه خاصه. هل واجه خالد المحسن خذلان من بعض الساحه الشعريه؟ خذلان ها؟ الطلب الثاني اخوي بداحه، ابي اخر قصيده تحكي عن شاعرنا واعلامينا خالد المحسن. ابشر، مشكور للاعلامي تركي الهاجري، شكرا. مع الاتصال جهزوا لي يا ليت يا اخواني على الرجال. اخونا الاعلامي تركي الهاجري قال تكلم عن الخذلان، هل هناك من خذلك؟ شوف، مسألة الخذلان موجودة في الحياة عامة، كانت في الشعر أو غير الشعر، في العلاقات الشخصية. أصلا أنا إذا كنا عن الشعر، فأنا من خلال عملي ما أتعامل ويا الشخص إنك كأخ وصديق، نتعامل إعلاميا. من نتعامل وياها أخ وصديق يدخل في خانة الخذلان إذا كان هناك خذلان. فعموما هي موضوع الخذلان أو موضوع إنك تفقد صديق أو موضوع إنك تتجنب صديق. خسرت أشخاص أكيد بسبب مثلا توليك بعد هذا فبراير. خسرت مجموعة كنت أنا أعتقد أنهم مش أصدقاء أخوان، خسرتهم بعد هذا فبراير. ما أعطتني مصلحتي أنت هني. هو أنت طلب آخر قصيدة لك. شوف، مو أنا ما راح أقول آخر، هي آخر قصيدة تركي أنا أعرف شو بيها، لكن بقول لك من 4 أبيات قبل لا أقول قصيدة إذا تبي قصيدة. اللي يقول أعطي الساحة ولكن ما أعطتني، أعطي الساحة ولكن ما أعطتني، رغم ذلك أحترم كل شعراه، والجيه اللي جفتني وخذلتني ما يضايقني سوى قلة وفاها. ترمي الأيام عمر ولا رمتني بين عاتبها وبين أدمع خطاها، مرت الفرصة علي وودعتني ما كتبها الله وخلتني وراها. صح لسانك. قصيدتك يقول أحيانا نعيش بين يصير وما يصير، تضارب أفكارنا دمر قناعاتنا، ما ضيع أحلامنا يكود رأس البعير لأن البعارين تدعمها قنواتنا، ما ضيع أحلامنا يكود رأس البعير لأن البعارين تدعمها قنواتنا. نضحك إذا قالوا إن الوضع جدا خطير، لصار ما عاد نشعر في معاناتنا. رعى الغنم مبترش بأسعار كيس الشعير، وراعى العمارات يبني من إيجاراتنا. راعى الغنم مبترش بأسعار كيس الشعير، وراعى العمارات يبني من إيجاراتنا. لو شفتنا نبتسم والجرح فينا كبير، نضحك على الوقت في كثرة ابتساماتنا، نطيح من كبر غلطتنا ولا نستشير، ونخاف لا نعترف في كبر غلطاتنا. من كثر ما نطرد الدنيا نسينا الفقير، البخل ضيع مراجلنا وهقواتنا. نطيح من كبر غلطتنا ولا نستشير، ونخاف لا نعترف في كبر غلطاتنا. من كثر ما نطرد الدنيا نسينا الفقير، البخل ضيع مراجلنا وهقواتنا. نكبر ونطعن قناعتنا بسيف شطير، ونصغر بعين الزمن من كثر هفواتنا. نفشل ولكن من كثر الفشل ما نغير، ونكذب على الناس ونسطر نجاحاتنا. نضيق لكن من وجه الزمن نستعير، شراحة النفس في وجه انكساراتنا. نبني طموحاتنا على الكلام الكثير، لكن في الواقع نضيع طموحاتنا. يا كم أكلنا بعضنا في الكلام الخطير، في كل ليلة نضيع من حسناتنا. حنا بشر والخطأ فينا صغير وكبير، يلا عسى ما نقصر في صلواتنا. يا رب تغفرنا وانت العفو الغفير، يا الله تقبل تضرعنا ودعواتنا. يا رب حنا نخاف حساب يوم
عسير رحمتك رحمتك لا فكت ملفاتنا، رحمتك رحمتك لا فكت ملفاتنا. صح لسانك يا ابو محسن. مساعد. والله ابو محسن يقول البعير اللي تدعمه قنواتنا. انتم كلامكم ملغوم. لان الشهر له خاصيه، شهر رمضان. والله يقول يا من شاورني وبينت خافيك، ان قلت لك كلمه صحيحه احتملها، لا طالني مرك ولا ذقت خافي حاليك، خوة صدف وقتك جدير بجلها. يا من شاورني وبينت خافيك، ان قلت لك كلمه صحيحه احتملها، لا طالني مرك ولا ذقت حاليك، خوة صدف وقتك جدير بجلها. ومن واجب الخوة برك وداريك، واضغط على نفسي وخفي زعلها، ولا بد ما تقفي وغيري يخاويك، ويبين لك نجاحها من فشلها. من خبرتي توك تجرب مساعيك، وجديدها ما يخبرك عن سملها، لكن أنا بعطيك نبذة ووصيك، والباقيات الله بغيبه كفلها. من واقعك لا تبني إلا مباديك، اللي تجنبك النفوس وجهلها، ومن الخيال ابن المدايم بياديك، وبعد البنى هد المدايم بهلها. من واقعك لا تبني إلا مباديك، اللي يجنبك النفوس وجهلها، ومن الخيال ابن المدايم بياديك، وبعد البنى هد المداين بهلها. واحذر الجامل واحد ما يدانيك، لو حاجتك دونه ضعيفا أملها، وعملك بعيون الرجاجيل يحييك، ونكلفوك بكلمة الحق قلها. ترى الدسايس بالعمل ما تعليك، اختر يزال اسمانها عن هزلها، ولا تلتفت للي مضى من لياليك، ما فات مات وقولتك لو زلها. اللي يفوتك فات غيرك وقافيك أمور، وان فاتتك دور بدلها. وخلى الطمع دايم عدوك وتنبيك، دنياك عن ناس انطمعها خذلها. رزقك مسجل وانت برحهم ويجيك، وارزاق غيرك ما تجي غير اهلها. كل الامور مثبته عند واليك، وروس القمم ما خلدت من وصلها. ودنياك لو تضحك بوجهك تبكيك، والنفس ما تدري متى وقت اجلها. انصحك لا تركض وراها وتغريك، هذا رحل عنها وهذا نزلها. اللي ممشرك بغيرك يمشيك، والباقيات الصالحات وعملها. صح لسانك يا ابو محمد. نبي منك واحده ثانيه عشان والله ما ننتقل لخالد ونختم. ما عندي 3 أبيات. يلا. يقول اصبر على ما صاب حالك ولا باس، اللي كتب لك في حياتك يجيلك، وقبل تفكر في رحيلك عن الناس فكر بمن تلفي عليه برحيلك، اللي بقدرة حكمته مجرى الأنفاس، وكل شيء في حياتك بكيدك. صح لسانك يا ابو محمد. الشاعر والاعلامي خالد المحسن، نبي مسك الختام اخر قصيده عندك عشان نبي نختم. شوف ابشر الله بالسعد، لكن الله. في قضايا احنا شعراء لسان حال المجتمع، ففي قضايا تصور رسائل. ايوه، ففي قضايا لازم نتحدث عنها، ومنها قضيه اخواننا البدو. فاللي نشوفه واقع عليهم لازم ننساهم، لو اللي تحبه لازم تقول له شوفوا هذه المأساة. فقول يا ديرتي للعز وقفة ورايات، يا ديرتي للعز وقفة ورايات، وانتي على كل المواقف رقيتي، الناس تدعيلك في 5 الصلوات، واللي تبينه من عيوني خذيتي، من كثر ما حبت إذا شفت غلطات أنبهت عن غلطتك لا سهيتي، صارت مشاكلنا شعار انتخابات، وانتي مع كثر المشاكل سريتي، قلب البدون يخاطبك في عبارات، والظاهر انك يا بلد ما وحيتي، هيهات يا دار الحضارات هيهات، وشلون اصير الضيف والبيت بيتي، هيهات يا دار الحضارات هيهات، وشلون اصير الضيف والبيت بيتي. ما اللي تكلم في لسان المعاناة وانتي ولا كنت الهم ما دريتي، ما هو بدون الا كويتي بالاثبات تدري ان كانت يا بلد ما دريتي، ما هو بدون الا كويتي بالاثبات ادري ان كانت يا بلد ما دريتي، في هل ولا فطره وورث وغناعات، ويمشي معك في كل درب مشيتي، ويشاركك
درب الحزن والمسرات، ويمسح دموع الحزن لا من بكيتي. كم حقق باسمك كبار البطولات، يجي على الهقوة اليوم من هقيتي. واكبر دليل الغزو كم راح اموات عطوك، لكن يا بلد وش عطيك. واكبر دليل الغزو كم راح اموات عطوك، لكن يا بلد وش عطيك. تحيزموا في الكايدة والصعيبات، وارواحهم ترخص اليمن نخيتي. واليوم يشكون، واليوم يقول وارواحهم ترخص اليمن نخيتي. ماشيين في حكمة كل الغرات، وانتي بعد فيهم كذلك رضيتي. يناشدونك في الصحف والمجلات، عيشي تفاصيل الحزن لا قريتي. يا كويت يا دار الوفاء والمروات، اللي يحبك يا بلادي الكويتي. اليوم متى يشكون ظلم ومعاناة، ما تشعرين انك عليهم قسيتي، ما تشعرين انك عليهم قسيتي. صح لسانك. هو الكل على هذه الارض يعيش بعز وبكرامه وان شاء الله اخواننا البدون من له حق، هناك لجنه الحكومه ما قصرت، هي من تنصف من يستحق الجنسيه. الشاعر والاعلامي مساعد بن جبران، شكرا لك على حضورك. انا اشكركم على هذا اللقاء، واتمنى ان شاء الله ان وفقنا فيما طرحنا. الله يرحم والديك. الشاعر والاعلامي خالد المحسن، شكرا لك. عندي شاكرك ابو خالد، واتمنى انه وصلنا رسائل ان كانت شعريه وان كانت ادبيه. امور كثيره، وان شاء الله انها كانت حلقه ممتعه وجميله باطلالاتكم وباسلوبكم وبشعركم، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. هذا انا اخوكم ابداح السلي، اترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.